القاعدة، ولكنه معمول به في بعض منازعات قبائل مصر. حضرتك ممكن تكلمنا على الجزئية القبائل العربية ومحافظات مصر الأخرى، ازاي بيتم العمل فيها للقضاء العرفي؟ هل بيختلف المحافظات الأخرى عن محافظات مصر القبلية مثلا؟ لا، العرف لم يختلف. تمام. لأن العرف تعرفت الصعيد الصعيد زي وجه قبلي وجه بحري، جميع المحافظات وال27 محافظة هو قانون واحد. تمام. والتزام واحد، ويشترط في هذا الالتزام ان الراجل اللي ربنا استخاره واختاره لقضاء حوائج العباد ان يكون عنده نية الاصلاح، ولكن ما ثم من ارتباطات بين العائلات او يسمى مشارطة تحكيم او محضر تحكيم وقضاء عرفي. تمام. هذا المحضر ما هو الا وضع الزامي للجهات الامنية المعنية، ولم تتخذ به. صحيح. ولم تتخذ به لانه اصلا هو منبعه الرضا. وعندما الطرفين اتراضوا بيلتجئوا للجهات الامنية بالصفح الجميل عن بعض اللي ربنا قاله في كتاب الله. اذا صفحوا صفح جميل بعد ما يوصلوا للفرشة، ولكن جميع قبائل مصر بجميع حدود مصر هذا قضاء العرف فيهم واحد ومنطوقه واحد واحكامه واحده. عايزه اسال حضرتك امتى يعني بيتقدم حد ان هو زي ما احنا بنشوفها في الصعيد ان هو يقدم كفنه لاسره المتوفي، يعني ان هو يشيل كفنه او اصغر شاب او اصغر طفل في العيله بيتقدم بكفنه، وهل من الجائز ان هم فعلا يقبلوا الكفن ويصفحوا ولا ممكن يطلبوا بالصقر فعلا؟ يعني عايزه اعرف من حضرتك. القصاص ربنا حطه في كتاب الله، ولكن لم يعني احنا كشعب اسلامي كشعب نتبع العفو، زي ربنا ما قال لحبيبه سيدنا النبي: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. يبقى ده امر فعل من الله للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الكفن بيبقى شروط متفق عليها بين الناس المحترمة وكبار المكان ورجال الامن اللي تدخلت لجمع الخير واللم الشمل والاستقرار الامن في هذا المكان او البلد الموجود فيها النزاع او البلدين او العيلتين. عندما يقدم كفنه يعفي عنه، وفي بعض من الناس بتقبل الدية، والاثنين بيتم الذبح بقى، والاثنين بيحط فدو. ده الفدو ده اصلا ربنا انزله فدى بيه سيدنا اسماعيل عليه السلام من السماء. صحيح. يعني ساعتها بيتم مكانه خروف والعيلتين